يقول أحد الشعراء، ما أدري منه والله، ما يعني عشان لا ألف، أنا العادة حفظ أسمائهم بس هذا مو حافظ اسمه. يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة. يخرب بيتك، يخرب بيتك. يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، حتى وهي تجور عليه. يقول: وأهلي وإن ظنوا علي كرام. خرب بيت نفسك الأبية، وين نحصلها هاليومين؟ وين نجيبها؟ وين نستخلصها من مجتمع مادي يركض ركض ورا كل ما هو ملموس، ويبتعد من تلقاء نفسه عن ما هو محسوس. يقول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، أبهى صور الولاء والانتماء. وأهلي إن ظنوا علي كرام. الظفر ما يطلع من اللحم، احنا نقول. حلقتي اليوم عن الولاء، عن وثيقة أو مبادرة إطلاق وثيقة، أو وثيقة لإطلاق مبادرة. بستعرضها مع ضيوفي، ضيوف من النوع الفخم الإليت، اللي يعرفون ايش قاعد يسوون، اللي عجنتهم التجارب. أبى أسولف معاهم عن موضوع الولاء والوثيقة، فارتأيت أن تكون مقدمة الحلقة متصلة بهذا الشأن، وموجهة إلى الشعب الكويتي اللي طالعنا. على الأقل ما أقدر أقول الشعب كله، الشعب في منا نايم الحين، في منا مسافر. اللي طالعنا، اللي طالعنا، اللي طالعنا. الفلاسفة وأهل علم الاجتماع عرفوا الولاء والانتماء. يعرفون الولاء بصورة أنا بشرحها لكم مش مبسطة، لا، عقولكم أفضل من عقلي، لكن أنا أحب أبسط الأشياء لأن سر الحياة في بساطتها. يقولون الفلاسفة وعلماء الاجتماع على مر التاريخ في تعريف الولاء هو الإذعان للقانون. شلون؟ أقول لكم النظرية أن الله سبحانه وتعالى في القرآن، في الكتاب الجامع هذا اللي فيه كنوز الدنيا كلها وكنوز الآخرة، ايش يقول؟ وهو يخاطب إبليس أو يصف لنا إبليس، يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه. شوف الولاء، عندنا ناس ولاءهم لإبليس ولا لهني. هني صورة الولاء السلبي خلينا نقول. يقول: إنما سلطانه، السلطان هنا لإبليس ايش؟ القوة، النفوذ، الإغواء، القدرة على اختراق هذا الجنس. يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. هذا سلطان إبليس. طيب الحين اللي ولاءه حق إبليس شلون نعرفه؟ نعرفه بالظاهر، ما نقدر نحكم عليه من داخل، بس بالظاهر نعرف ما هو ملتزم في عبادة، يأتي جميع المحرمات، ما عنده توازن في خطي الخير والشر والحلال والحرام، فواضح. زين اللي ما عنده ولاء، هني الله سبحانه وتعالى لغويا شو يقول في القرآن؟ يقول: إنما، ولازم ننتبه لها هذه أهل النحو. إنما هنا حصرية، أداة حصر. يقول: إنما سلطانه، قوته، على الذين يتولونه، عليهم، عائدة إليهم الحصرية. في آية أخرى شو يقول؟ يقول: إنما وليكم الله. إنما حصرية كمان، هذه مو صدفة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما بيدش باقي الآية عشان لا نروح لا نسوي عزا الاختلاف هذا اللي يلهلب بصدور البعض. لكن إنما هنا حصرية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهنا يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن هنا الولاء إما أن يكون ولائك للشيطان والعياذ بالله، وإما أن يكون ولائك مطلق لله سبحانه وتعالى. شلون نعرف أنك أنت عندك ولاء حق الله؟ في عباداتك، عكس اللي مع إبليس، في عباداتك، في الإذعان لكل أوامر السماء المحققة، مو المدعية. مو يجيك واحد يقول لك ترى السماء قالت كذي، لا، ما يأتي فيه دفتي هذا الدين، القرآن والسنة. خلصنا هذا التعريف الأول. زين، شلون يصير عندك ولاء لدولة؟ أن تذعن لقوانينها بسلطان. سلطان ايش؟ سلطان ولي الأمر، اللي هو يحط القوانين، أما من خلال مجلس تشريعي أو من خلال مجالس عليا تضع وتنظم الحياة. وعندنا العقد
الاجتماعي اللي كتب، عندنا الثورة الفرنسية ومبادئها الكثيرة اللي استلهموا منها اخواننا المصريين، ومن ثم وزعوا لنا هذا الاستلهام الى ان صارت دساتيرنا الوضعية. فهنا حتة القانون، ان تذعن للقانون اعرف ان انت عندك ولاء. انا ما حكي عن ولاء لولي الامر، ما ابي اخلط دين وسياسة، انه والله لازم يصير عندك ولاء حق الشيخ العود، مو هذا كلامي. انا قاعد اتكلم الان كيف اعرف الموالي للكويت، وكيف اعرف الموالي لعدو الكويت، بتبسيط بسيط لابليس الشر والخير. ان تذعن لقوانينها، انت تطوف الاشاره، انت ما تنتهج ثقافه تكافؤ الفرص، انت تصادر على الناس حقوقها، انت تتوسط، اذا انت لا ولاء لك في الكويت لانك لم تذعن لقانون. هذول علماء الاجتماع والفلاسفه يقولون، وحنا نبسطها. انهي حق الانتماء علماء النفس لما خذوا من الفلاسفه هذا التعريف الاولي قالوا انه هو حاله يشكلها العقل الباطن او اللاوعي، في انه انتمائك لهذه الارض، ولادتك فيها، تمشيت على ارضها، لعبت بهالفريج. بعضنا لو يغيب عن الكويت شلون تعرف انتمائك؟ لو تغيب اسبوع يحن قلبك، تشتاق، ير الشوق، ساعات برمة تشوفها في البيت تقول الله، وكأنها تعيد لك قطعة من حياتك. فالانتماء هو للمحيط اللي تشعر فيه بالأمان، تشعر فيه بالعزة، ولا يشعر بهؤلاء مجتمعين أو يعني هالصفتين مجتمعين، الولاء والانتماء، إلا من أفاضت روحه على أرض الوطن دفاعا عنه، ودفاعا عن حياضه وعن أهله وعن قيادته إذا استلزم الأمر. العسكري اللي يدربونه على عقيدة القتال هو يشعر ويستشعر الولاء والانتماء لأرضه. أنا سؤالي وهو عنوان الحلقة، شو اللي يخليك تخون الكويت؟ شو اللي يخليك دون ولاء لبلدك؟ شو اللي يخليك دون انتماء لهذه الأرض؟ شنو؟ وانت طالع من صلب رجل ومن رحم امرأة عاشوا في بيوت الطين، ما عطتهم الكويت مثل ما عطتك انت. مع هذا كانوا حامدين الله وكانوا مستعدين يدافعون عنها، والشواهد كثيرة من حاضرة وبادية الكويت، في مواقع الصريف، في الرقة، في حمض، في حرب ليهرة، في غزو الكويت. عندما تتعرض هذه البلد إلى أقل هزة يهب هؤلاء بدافع الولاء والإذعان لقوانين ذيك المرحلة ومن يحكم البلد، والانتماء الحقيقي اللي يشعرونه. أنت شنو قصتك؟ أنت شنو ناقصك اليوم يا ملعون الوالدين اللي خلاك تخون بلدك؟ ايش قاصر عليك؟ وأنا حكي بشكل مباشر إلى الخلية الأخيرة، ايش قاصر عليكم؟ ايش اللي دعاكم لهذه الخيانة؟ ليش؟ لكم ولكل من يفكر بذات المنطق. ايش اللي يخليك تخون بلد يعزك ويرزك؟ ايش اللي يخليك؟ شنو الدوافع غير انك انت من عيال ابليس؟ انا ما عندي تحليل منطقي ممكن اني اسبغ عليه، كل هذه غيره ما عندي. مو علشان ابرر لك، لا، ابشرك. قد يطلع من ظهرك الضد اللي يزعب دمه على ارض الكويت، ما عنده مشكله، بس انا اقول انت شو اللي خلاك مع كل هذه المميزات اللي موجوده عندك؟ شنو السبب المباشر؟ بدمك الخيانه؟ عساها ما تطلع من دمك. هذا السؤال الكبير، شو اللي يخليني اخون بلدي؟ شو اللي يخليني غير منتمي لهذا الوطن؟ بعض السياسيين يتفذلك يقول لك احنا نبحث عن كرامه. كم مقاس كرامتك اللي تبيها؟ ايش كثر؟ شنو المقاس اللي تبيه؟ ان تتناول المقام السامي لصاحب السمو؟ ان تجرح باهل الكويت واعمدتها؟ هذه الكرامه اللي تبحث عنها؟ ام تبحث عن حريه الغرب واوروبا؟ تبي تصير مثل الغرب واوروبا، ادفع ضريبه، مو قاعد ببيتك ما تدفع حتى فاتوره الكهرباء، مخالفاتك على ظهرك ولا تدفعها. بعضكم انا ما ادري شلون يتلذذ بالماء والكهرباء وهو مو دافع فاتورته. استحى على وجهك، استحى على وجهك. خلي يكون ولائك وانتمائك من الاحد، تمر على كل خدمه من خدمات الدوله وتقول تعال ايش كثر تبون مني؟ انت بالنهايه هذا مرجوع للكويت،
ويصرف عليك وعلى أحفادك. فعن شنو الولاء وشنو الانتماء اللي ناقصكم، أو اللي يخليكم تنغصون على أهل البلد هذه بعدم الانتماء والولاء لها؟